الأيام فعلا بتجري وبطريقة مخيفة جدا. بعد ما كنا بنحضر لرمضان وبنظبط الخطة بتاعتنا من صلاة لصوم لقيام ليل لأعمال خير، فجأة جايين نتكلم النهاردة عن العشر الأواخر من رمضان. ربنا عز وجل قال عن شهر رمضان: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ثم قال بعد ذلك أياما معدودات. فربنا ذكر في وصف شهر رمضان إنه أيام معدودات، وفعلا هي كده. والله الواحد حاسس من كتر ما الأيام بتجري بينا إن رمضان بدايته كانت من كام يوم، وبعد ما كنا بندعي ربنا إنه يبلغنا رمضان، دلوقتي بندعي ربنا إنه يختم علينا الشهر بالرضوان. فخلاص نقطة ومن أول السطر، واللي كان مقصر في الأيام اللي فاتت من رمضان فقدام حضرتك فرصة واوعى تضيعها، وبالذات في العشر أيام دول. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بتوصف لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام دي وبتقول: كان النبي إذا دخلت العشر اجتهد وأحيا ليله وأيقظ أهله. اجتهد في العبادة من ذكر الدعاء لتلاوة قرآن لصدقة لقيام ليل وكل الأعمال الصالحة. وده النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في غنى عن كل الحاجات دي، لكن اجتهاده ده عشاننا إحنا، عشان يعلمنا. والله أنت لو ضيعت رمضان من أوله لحد اللحظة اللي إحنا فيها دي في نوم ومسلسلات وبرامج وما فكرتش أصلا تفتح مصحف ولا عملت أي حاجة وكبيرك كان الصلاة وبس، فأنا بفكرك بالعشر أيام دول وهم خيرهم أعظم وافضل من الايام اللي فاتت. والله ربنا اولى من المسلسلات، اولى من البرامج، اولى من نفسك. ربنا اولى من اي حاجه. كفايه المكافاه اللي ربنا عز وجل شايلها لنا في العشر ايام دول، وهي ليله القدر. وهي ليله خير من الف شهر. ربنا عز وجل بيقول: ليله القدر خير من الف شهر. ليله لو فزت بيها وربنا انعم عليك بيها فهي افضل ليك من عباده 84 سنه تقريبا. بس انت اتحرك وخد بالاسباب. والألف شهر دول مش عبادة وبس، لا ده عبادة وبذل وجهاد في سبيل الله. والدليل على الكلام ده هو سبب النزول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة أن رجل من بني إسرائيل خرج مجاهدا في سبيل الله بنفسه وماله 1000 شهر ولم يرجع من ذلك بشيء. يعني لا رجع بفلوسه ولا نفسه، أنفق فلوسه في سبيل الله وقتل في سبيل الله. الصحابة ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أن لنا هذه الأعمار؟ يعني هنجيب عمر منين زي ده يا رسول الله؟ فنزل قول الله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني خير من ألف شهر عبادة وبذل وجهاد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. طب أنا ممكن أعمل إيه عشان أفوز بفضل الليلة العظيمة دي؟ أول حاجة من الحاجات المهمة اللي لازم تعملها إنك لما تصلي ورا الإمام في صلاة التراويح اوعى تسيب الصلاة إلا لما الإمام يخلص. وده لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من صلى خلف الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة. تاني حاجة، صلي تهجد وحاول تخشع في صلاتك واقرا عادي من المصحف، وحاول تصلي التهجد ب100 آية. وده لأن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من قام ب100 آية كتب من القانتين. يعني كتب له قيام ليلة كاملة. ولو حسبناها ال100 آية مش هيكملوا نص ساعة تقريبا. عندك سورة النبأ وسورة النازعات وسورة عبسة، دول تقريبا 4 صفحات وبيعدوا ال100 آية. يعني الموضوع مش صعب، وحتى لو صعب فهو يستحق والله. يساعدك يا هناك لو الليلة اللي أقمت فيها الليل بال100 آية دول هي ليلة القدر، يبقى أكنك أقمت الليل لأكتر من 1000 شهر كل يوم ب100 آية. تالت حاجة، حاول تعمل لنفسك كل يوم ورد يومي من القرآن، لأن صعب إنك تقيم الليل كله من بعد التراويح لحد الفجر. حاول تشكل في العبادات في العشر أيام دول، من قيام ليل لذكر الورد يومي الدعاء، مش شرط يبقى كل صلاة. حاول تقسم وقتك، ومن ضمن الورد بتاعك اقرا سورة الإخلاص 3 مرات، وده لأنها بتعادل تلت القرآن. وطبعا احنا هنعمل ده كل يوم خلال العشر أيام، فأكيد ده هيوافق في مرة ليلة القدر. ولو ده حصل فأكنك قريت القرآن كامل كل يوم لأكتر من 1000 شهر. رابع حاجة، حاول تتصدق في العشر أيام دول كل يوم باللي تقدر عليه، حتى ولو بجنيه واحد بس. لو عملت ده كل ليلة فده معناه إنك أكيد هيوافق في يوم معاك ليلة القدر. ولو ده حصل فأكنك تصدقت كل يوم لأكتر من 1000 شهر. خامس حاجة، هنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على قد ما نقدر في الأيام دي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات ورفع له 10 درجات. وطبعا ربنا بيضاعف لمن يشاء. أكيد حضرتك لما هتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم في العشر الأواخر من رمضان فده معناه إن أكيد هيوافق في مرة معاك ليلة القدر. ولو حصل اضرب العدد اللي أنت صليت بيه على النبي صلى الله عليه وسلم في 1000 شهر، هيطلع لك رقم مش طبيعي. في المقابل إن ربنا عز وجل هيصلي عليك ملايين المرات وهيحط عنك ملايين الذنوب والخطايا.
وهيرفعك ملايين الدرجات. وصلاة ربنا عز وجل على العبد هو ان ربنا يرحم العبد ده ويثني عليه بين ملائكة السماوات السبع. سادس حاجة، حاول تكتر من استغفارك للمؤمنين والمؤمنات. هنقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وده لأن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. طب ولو الكلام ده وافق ليلة القدر هيحصل ايه؟ الإجابة هتفوز بمليارات الحسنات، وكأنك بتستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل يوم لأكتر من 1000 شهر. سابع وآخر حاجة من أهم الأدعية اللي لازم نرددها في الأيام دي هو دعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. السيدة عائشة بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو وافقت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. عفو هنا لأن ربنا لو عفى عن الإنسان هيأمر الملائكة بإنها تمسح كل ذنوب، فلما تقابل ربنا عز وجل تقابله وأنت خالي من الذنوب والخطايا، وتكون النتيجة هي الجنة بإذن الله. فنحاول على قد ما نقدر في الأيام دي نعصر نفسنا ونيجي عليها شوية، نتعب شوية، نجتهد شويتين تلاتة في الصلاة في القيام في الذكر في قراءة القرآن، وتعبك والله مش هيروح على الأرض، وإن شاء الله نكون كلنا من عتقاء ربنا في شهر رمضان. اللهم آمين.